حرفيا الفيلم ده يخليك تهتم بكل لحظة وبكل دقيقة في حياتك. اهلا يا رايق. الفيلم اسمه ان تايم، وبيبدأ الفيلم ان عمر الانسان متسجل على ايده الشمال، وان هما بيتعاملوا بالعمر في التعاملات المادية بدل الفلوس. يعني مثلا لو انت عايز تطلع في مواصلة بتدفع ساعة من عمرك، وبرضك لو انت عايز تاكل في مطعم بتدفع ساعة او ساعتين من عمرك، وكل تعاملاتهم على كده. وفي مشهد تاني البطل والدته اتصلت عليه وقالت له ان هي متبقي ساعة ونص من عمرها بس. وقتها هو قال لها اركبي في الباص وتعالي وانا اديكي من عمر 10 سنين. وفعلا هي ركبت الباص، ولكن السواق طلب اجرته ساعتين، وفضلت تبص للركاب على امل ان حد يديلها نص ساعة، بس محدش عبرها. وراحت جري عند ابنها، بس في اللحظة الأخيرة ماتت ومعرفش يديها من عمره أي حاجة. بس لو جينا نفكر في فكرة الفيلم هنلاقي إن هي قريبة جدا من الطبيعة ومن الواقع. يعني أنت لو عملت أي حاجة في حياتك فهي برضك من وقتك، وبتدفع تمنها ساعات من عمرك. يعني أنت مثلا لو أنت ماسك التليفون وقاعد بتتفرج على مسلسل مثلا، فده برضك من عمرك، وفي الآخر لما يخلص وقتك